عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتنا لكم جميعا. قبل قليل أعلن السيد الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السري بحدنة إنسانية من طرف قوات الدعم السري وقوات تحالف تأسيس لمدة 3 شهور. هذه الحدنة الإنسانية من أجل المواطنين، من أجل إدخال الكساء والدواء والغذاء، وكذلك تسهيل حركة المواطنين. من أجل هؤلاء المواطنين أعلن قائد قوات الدعم السري ورئيس المجلس الرئاسي حدنة إنسانية من أجل مصلحة الشعب السوداني أمام الملأ، ويشهد بذلك العالم الخارجي ويشهد المجتمع الدولي من هو الحريص على مصلحة المواطنين ومصلحة الشعب السوداني، وحريص على حياة المواطنين، وحريص على وقف آمال الأنف الجارية في البلاد جراء هذه الحرب التي أشعلوها جماعة الإخوان المسلمين. في هذا الخطاب كذلك تضمن تأمين، تحدث السيد القائد بيعملوا على ضمان العمل الإنساني دون عوائق، وبيعلن التزامه بتأمين حركة العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة، وحماية المستودعات والمخرات المنظمات الوطنية والدولية، وتسهيل كذلك عمل الفرق الطبية والإغاثية، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات المختصة العاملة في المجال الإنساني. وكذلك أكد التزامه بمحاسبة كل من يثبت التورط في انتهاكات ضد المدنيين، وقال وتحدث كذلك السيد الرئيس انهم اتخذوا اجراءات تحقيق مهنيه وشفافه سيتم اعلان النتائج للراي العام. وكذلك برضو تحدث انه العداله ستأخذ مجراها وفقا للقوانين الوطنيه والدوليه، ولن يفلت اي مرتكب للانتهاكات من المساله ايا كان موقعه ايا كان رتبته. الان انا بقول السيد رئيس المجلس الرئاسي وضع الكره في ملعب جيش الحركة الإسلامية وجيش الإخوان المسلمين وجيش المؤتمر الوطني وكتائبه. الآن محمد حمدان دقلو أمام الملأ يؤكد بحدنة إنسانية رغم التقدم الكبير الآن قاعدة تحرز قوات الدعم السري على مستوى الميدان وعلى مستوى الأرض، لكن الشعب السوداني في أمس الحوجة لهذه الحدنة الإنسانية. بعد ذلك نحن ننظر إلى الطرف الثاني كمراقبين وكمواطنين وكل الناس العاملة، المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي والمنظمات اللي بتعمل في العمل الإنساني، وكذلك المواطنين الشرفاء. الآن هم هيراقبوا منو هو الحريص على مصلحة الشعب السوداني، منو اللي قاعد يتاجر، منو اللي قاعد يزايد، منو اللي قاعد يستثمر في معاناة الشعب السوداني ومعاناة المواطنين الأبرياء الأزل اللي انحكتهم هذه الحرب اللئينة اللي يشعلوها جماعة الإخوان المسلمين في 15 أبريل. الآن قائد قوات الدعم السري أكد بهذه الحدنة بأنه هو حريص على مصلحة الشعب السوداني، حريص على إدخال الكساء والدواء والغذاء للمواطنين الأبرياء والأزل إلى داخل مناطقهم وتوصيل الغذاء. بذلك يعني قوات الدعم السري تعلن حدنة إنسانية من طرفها، ونحن ننتظر الطرف الثاني إنه موقفه حيكون شنو اتجاه أو حيال هذه الحدنة اللي الآن أعلنتها قوات الدعم السري من أجل الشعب السوداني ومن أجل المواطنين المتضررين من جراء هذه الحرب. نحن في انتظار موقف قيادة وميليشيات جيش الحركة الإسلامية، والآن هم أمام العالم. يعني نحن الآن وضعناهم أمام العالم وأمام الشعب السوداني في تحدي. إذا هم حريصين بجد وحق وحقيقة على حياة المواطنين وحريصين على المواطن كما يتحدثوا إنهم بيتكلموا باسم الشعب السوداني، الآن دي فرصة مؤاتية للمواطنين الأبرياء الأزل في إنه في إطار إنه إيقاف الحرب اللي أشعلوها جماعة الإخوان المسلمين. تحياتي.